مرحبا بكم مرة أخرى في أنبياء العقل، ودائما مع جيل دولوز الفيلسوف الفرنسي الشهير ديال القرن العشرين. هاد المرة هادي غادي نركز على العلاقة ديالو بباروخ سبينوزا اللي كانت واحدة من أعمق العلاقات الفلسفية في القرن العشرين. حيث لا يخفى على الجميع أنه سبينوزا راه ما انفلونساش غير دولوز بوحدو، فهو بدل تاريخ الفلسفة بلي نوسيون الجداد اللي حاط وبالعقلانية ديالو. هو كيتعتبر من الفلاسفة العقلانيين بحال ديكارت ولايبنيز. سيداتي وسادتي، جيل دولوز علاش عنده علاقة وطيدة مع باروخ سبينوزا وعلاش كتعجبو بزاف الفلسفة ديال باروخ سبينوزا؟ كيبدا واحد الاعجاب كبير للفيلسوف الهولندي، بل نمشي معكم بعيد كيعتبروا اعظم الفلاسفه، واطلق عليه واحد الاسم ولا وصفه بواحد الاسم اللي هو امير الفلاسفه، لو برانس دي فيلوسوف. هي ما كانتش علاقه مجرد تاثير فكري، بل كانت واحد العلاقه تكوينية قوية من الشباب ديال جيل دولوز، وشكل فكر سبينوزا أساس لتصورات دولوز حول الرغبة، الجسد، ليتيك، لا مورال، القوة، التفرد، العقلانية، بزاف ديال المسائل. دابا غادي نمشي معكم مرحلة بمرحلة، وغنمشي لأول حاجة اللي هي القراءة الدولوزية لسبينوزا. كيفاش دولوز قدر يقرا سبينوزا وكيفاش قدر يحللو، وكيفاش دوزو وخرجوا من ديك القراءة الفلسفية العميقة لواحد القراءة اللي غير تقليدية، ستادير ليغ ان فيلوزوف دون مانيير نون فيلوزوفيك، ماشي دون مانيير تحليلية فلسفية، بدلا من اعتباره مجرد مفكر ميتافيزيقي هكا. دولوز كيشوف فيه واحد الفلسفة براتيك. سي بور سا كيلا اكري واحد الكتاب اللي سميتو سبينوزا فيلوزوفي براتيك. وهنا كيشوف بانه الكتاب ديال سبينوزا الرئيسي او العمل ديالو اللي معروف بزاف هو كتاب الايتيكا، الايتيقا بالعربيه كما كتقال. ما عندوش يعني واحد العلاقه بالميتافيزيك بوحدها وكيديفيني داك، لا لا. بالنسبه لدولوز فهنا سبينوزا حط لنا واحد الفلسفه ديال الحريه وديال التحرر من الانفعالات السلبيه، الحزن، الكره، الخوف، بزاف ديال المسائل. وزاد شرح هذا الشيء بعمق كبير، وعاون لي بسيكاناليست ديال العصر ديالو دولوز بطبيعه الحال باش انهم يفهموا اكثر الفلسفه ديال سبينوزا. فيلسوف الفرح والقوه، حيث يبنى الخير على ما يزيد من قدره الكائن على الفعل، يعني لو كوناتوس ديال سبينوزا. زاد دولوز طورو، زاد دخل عليه مفاهيم جديده. غادي نجي لواحد المساله مهمه هنايا عفوا، اللي هي المفاهيم المشتركه بين دولوز وسبينوزا. مفهوم الرغبه عند سبينوزا مثلا فهي جوهر الانسان، هي قوه ايجابيه للتفرد والبقاء، ماشي غير واحد لو مونك ولا واحد الحاجه اللي ناقصه كما كنت كنقول لكم في الفيديو السابق ديال الريزوم. عند دولوز شنو كتولي هذا الجوهر الانسان وهذه القوه الايجابيه ديال البقاء والتفرد؟ بالنسبه لسبينوزا كتولي عند دولوز آلة إنتاج طاقة خلاقة تتجاوز النقص، كما كنقول لكم ديما، لا في الفيديو الأول لا في الفيديو الثاني. الجسد، لو كور باغ اكزومبل، الجسد عند سبينوزا كيمثلك مثلا واحد منطق ديالو خاص، واحد كل جسد فهو خاص بذاته، عنده واحد القدره ديال الفهم ديال راسو. لو كور il réagit à certains stimulus à certains affects الى اخره. دولوز كيجي يزيد يدفع هذا الكونسيبت، كيزيد يدير اون برولونغاسيون دو تاش سبينوزا وتيقول بان الجسد قوه ديناميكيه ومركز للصيرورة، يعني واحد القوة جارفة. يعني لو كور لوي ميم فيه اون بويسونس اور لو سيرفو بوحدو، يعني لو كور ديجا إلي موفون، يعني حركي. القوة لا بويسونس، يعني مبدأ القوة عند سبينوزا كل شيء يسعى لزيادة قدرته على الوجود. عاوتاني الكوناتوس. دولوز تيقول مبدأ، فهو مبدأ، يعني هذا المبدأ ديال القوة فهو مبدأ ركيزة ديال الإتيقة ولا ديال كتاب الإتيقة وديال فلسفة سبينوزا. هو معيار للحياة الجيدة، لأنه إلا ما كانش عندنا هذا السعي للقوة ما تنعيشوش بواحد الطريقة اللي بغيناها حنايا. دائما خص يكون عندنا السعي لواحد القوة معينة، دائما خص يكون عندنا واحد الهدف خصنا نوصلوا ليه بقوة وبشغف. عاوتاني نقدر نهضروا على الطبيعة مثلا. الطبيعة يعني بالنسبة لسبينوزا هي الإله وتنتج بشكل لا نهائي. والله هو الطبيعة ويوجد في الطبيعة. بالنسبة لسبينوزا الإله يوجد في الطبيعة. نفس الفكرة كتبنى عليها نظرية التعدد والصيرورة عند دولوز، كيبنيها على أنه كل شيء إيمانون،
علاش دولوز عزيز عليه سبينوزا وعزيز عليه نيتشه؟ لانهم سي دي فيلوزوف ديال ليمانونس، ديال الارض، ديال ما كايناش اون انستانس دو جوستيس الفوق ولا شي حاجه هكا. يعني خصنا نشوفوا كيفاش نقدروا نخدموا راسنا وسط الارض. التأثيرات الفلسفية العميقة، يعني غادي نركزوا معايا مزيان، غندخلوا شويه في العمق ديال المفاهيم ما بين هاد لي دو فيلوزوف. كما قلت لكم فيلوزوفي براتيك ديال سبينوزا فيه بعض ملي كتقراو الكتاب فيه شويه ديال هاد لو ريزومي اللي درت لكم ديال تقريبا واحد 5 دقائق. وكاين ايضا واحد الكتاب اخر اللي هو سور سبينوزا اللي هنا تيتكلم فيه بشكل اعمق وبشكل يعني ان ديبث كما كيقولوا بالانجلي على الفلسفه ديال سبينوزا. كاين واحد النقد ديال الثنائيه بالنسبه لسبينوزا. سبينوزا كيرفض ثنائيه الجسد والروح كما كان كيقول ديكارت. يعني بالنسبه لسبينوزا فهما وجهين لعمله واحده، الجسد يؤثر في الروح والروح تؤثر في الجسد. يعني ما يمكنش لينا نفرقوا بيناتهم ونفهموا الجسد بوحده والروح بوحدها. دولوز يتبنى هذا الفكر في مواجهة الفلسفات الديكارتية والمثالية ديال أفلاطون، ويدعو إلى فلسفة المونيزم، يعني الوحدة يعني وحدة الأشياء أو وحدة الوجود. ملي كنديروا كنشوفوا أن الوجود كامل متوحد، يعني فيه واحد الوحدة، كنقدروا نفهموا الآخرين، كنقدروا نفهموا لي زيموسيون ديالهم، كنقدروا نفهموا علاش داروا بعض لي زاكسيون، كنقدروا نفهموا بزاف ديال الحوايج بشكل أعمق. مفهوم الإيتيكا، يعني كتاب دي إيتيكس ليتيك دو سبينوزا. عند سبينوزا مفهوم وسط الإيتيك يعني الأخلاق ليست أوامر خارجية، بل هي تطوير للقدرة على الفهم والفعل. يعني ماشي واحد لانستانس دو جوجمون ولا واحد مثلا آلهة ولا إله، ولا مثلا واحد الناس وجاو حطوا لنا الأخلاق وقالوا لنا ها هي ديروا هاد الأخلاق هذه. لا، فهي قدرة على فهم الآخر، قدرة على الفعل، وقدرة على يعني لا كومباسيون، لي سونتيمون انفير لي زوتر خصك تفهمهم. ومن هنا كنبنيو واحد لا جوريسبرودونس عفوا اللي كتخلينا اننا نخلقوا واحد الاخلاق جديده او فور ميزور افيك لو طون. دولوز كيشوف ان هذا النموذج ليتيك الجديده اللي حطها لنا سبينوزا فهي قائمه على تحرير القوى، لانه القانون ملي كتحطوا مثلا مجموعه قوانين كيحطوها واحد الناس وكيضبطوها وكيقول لك لا ما ديرش هذه وما ديرش كذا، كاين بعض القوى اللي كتمشي كتضيع من الانسان، ما كيتفرجش بها وما كيخرجهاش، داك لو كوناتوس ما تيكملش. يعني كاين واحد لومبريزونمون ديال القوى، يعني ما عندوش علاقه بقى مع الرغبات، هذيك حاجه اخرى. هنا كنهضروا على القوى ديال الانسان. مثلا واحد الانسان تيقول لك انا بغيت كنسعى مثلا انني نمشي ندير واحد الدويره مثلا في واحد البلد معين ولا اخره، ولكن لي سيركونستانس وكاين لا بيروقراسي وخصني نصيب فيزا وخصني كاين بزاف ديال المراحل العديده في البيروقراطيه اللي كتخليش هذا الانسان انه يتفرط بالقوه ديالو. دولوز حاول انه يمرر واحد لو ميساج انه نفهموا الانسان اكثر وبعمق، اننا نحرروه شويه من هذه القيود اللي مضيقه عليه الخناق وما مخلياش يوصل للكوماتوس ديالو. غادي نمشي معكم شويه لمفهوم الحريه. مفهوم الحريه عند سبينوزا فهو ليس الإرادة الحرة، يعني ديك الإرادة المطلقة الحرة اللي تيهضروا عليها الفلاسفة قبل، بل هو الوعي بالقوانين ديال الطبيعة التي تحكمنا، يعني لو ديتيرمينيزم ديال سبينوزا. هنا دولوز كيتبنى هذا الموقف حتى هو، وكيطور فكرة أن الحرية هي تحول في نوعية العيش والفكر مع مرور الزمن. هنا فين كاين الحريه، ملي كنتحولوا كننتقلوا من مرحله لمرحله وكنحاولوا ما امكن نديروا ديك ليمونسيباسيون ديال القوى ديالنا ونتحداو دوك المسائل المضبوطه. هنا كنقدروا نوصلوا لنتائج تطوريه جديده وعندها علاقه كما قلت لكم عندها علاقه بلو ديزير، حتى هو لو ديزير اون طون كو كرياسيون، فورس دو كرياسيون. يعني كما قلت لكم في لو ريزوم راه دولوز جميع لي كونسيبت ديالو عندهم علاقه ببعضياتهم. فباش نريزومي هادشي كامل، فدولوز كان كيشوف بانه فلسفه سبينوزا فهي ليست تاملا نظريا، ماشي نظري داكشي سي با تيوريك، بل هي طريقه حياه وطريقه عيش. كنتعلموا انه الفلسفه ماشي بحث على الحقيقه المجرده فقط، بل هي اداه لتحرير الانسان من الانفعالات السلبيه والجهل والقمع والى اخره الى اخره. نقدروا نشوفوا الا مشيتوا للكتوبه ديال دولوز كنلقاو واحد البصمه ديال سبينوزا في المشاريع ديالو تقريبا كامله. كما قلت لكم في لونتيوديب كاين هذيك الفكره ديال الرغبه والقوه الانتاجيه مستوحاه من سبينوزا. في 1000 بلاطو اللي تيترجموا بالعربيه ال1000 هضبه
كاين مفهوم الجسد بدون اعضاء body without organs، وهو اللي كيعني انه التعدد ولا مركزيه على نفس منطق القوه والجوهر ديال سبينوزا. في نقد العقل التمثيلي كاين دولوز كيعارض فكره الهويه الجوهريه اللي فيجي متاثرا بالمونيزم ديال سبينوزا اللي مشكل من وحده الوجود، اللي كان كيشوف العالم كصيروره لا متناهيه متجدده دائما. دونك بخلاصه علاقه دولوز وسبينوزا فهي علاقه فكريه عميقه وجذريه، جعلت من الفلسفه ديال سبينوزا. الفلسفه سبينوزا كان هو ديك الزاويه، حجر الزاويه في مشروع دولوز لتحرير الفلسفه من الانظمه التمثيليه والنماذج السلطويه في الفكر والمجتمع. بالنسبة لدولوز سبينوزا ماشي فيلسوف من الماضي، بل هو رفيق نحو طريق جديد للوجود ونحو تجدد وتفرد. كنتمنى انه تكون عجبتكم هذا الفيديو، واخا حاولت ما يمكن انني نلخص واحد المسار فلسفي كبير وعلاقه جوج فلاسفه كبار في هذا الفيديو هذه اللي ما كانتش سهله عليا. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي ندير لكم لو كونسيبت ديال البودي ويزاوت اورغانز اللي يلاه هضرت عليه، يعني ان كور سونز اورغان، الجسد بدون اعضاء. غادي نفهمكم هذيك لا مركزيه في هذا الكونسيبت شنو كتعني، على نفس منطق القوه والجوهر اللي تكلم عليهم سبينوزا في الاتيكا ديالو. تهلاو في راسكم. Un moraliste définit l'homme par ce qu'il est. Par ce qu'il est comment? Par ce qu'il est en droit. C'est ça l'essence. Ce que la chose est en droit, c'est son essence. Donc un moraliste définit l'homme par animal raisonnable. C'est l'essence. Un éthicien, c'est-à-dire Spinoza, il définit pas l'homme par animal raisonnable, jamais. Il définit l'homme par ce qu'il peut. Corps et âme. S'il y a des choses que l'homme peut et que l'animal ne peut pas. Être raisonnable, peut-être, mais ça change tout. Si je dis raisonnable, c'est pas l'essence de l'homme, mais c'est quelque chose que l'homme peut. Ça change tellement parce que déraisonnable aussi, c'est quelque chose que l'homme peut. Être fou aussi, c'est quelque chose que l'homme peut. Ça fait partie du pouvoir de l'homme. Rire, ça fait partie du pouvoir de l'homme. C'est très curieux de vouloir définir les choses, non pas du tout par une essence supposée, mais par ce que la chose peut.